الليمون في درج الغسالة، وبجد ما تخيلتش يطلع كله ده من الليمون في درج الغسالة. بجد يا جماعة اختراع. واحدة ربنا يبارك لها قالت لي حط الليمون في درج الغسالة، السر معظم الستات ما تعرفوش، وهات الليمون كده وحطيه في درج الغسالة واقول لك احنا نعمل كده ليه. بجد حاجة كده يعني بجد وهم. يا ريت لو اول مرة بتشوفيني تنوري قناتي بالاشتراك، تضغطي كلمة اشتراك وتفعلي زر الجرس على الكل، ويا ريت ما تبخليش عليا يا ست الكل باللايك. اللايك اهم حاجة عشان اليوتيوب يقترحنا اكتر والقناة بتاعتي تترفع بيكوا. طبعا معايا نص ليمونه وهبتدي اعصرها على ورقه من الالمونيا زي ما انتم شايفين كده، واجيب سكينه وابتدي احمي السكينه بالطريقه دي. عايزه اقول لكم طريقه بجد رهيبه في تحميه السكينه، وان كان مقص ممكن تحميها بنفس الطريقه. ورقه الالمونيا ونص ليمونه بتبتدي بقى تدعكها كده في السكينه كده، زي ما انت شايفه. اسهل طريقه لتحميه السكينه. انا هغسلها دلوقتي هوريها لكم، بجد بتلمع وحاميه جدا. طريقه حلوه قوي. معايا بقى الفكره التانية بقى، وفكره مهمه جدا وفكره حلوه قوي. معايا دي غطا ازازه الخل او ازازه الزيت، طبعا احنا بنرميها، الغطا اللي بيبقى من فوق ازازه الخل. ومعايا اللزق دبل فيس، اللزق ده ب15 جنيه، مش غالي يا جماعه، بستخدمه في كل حاجه في المطبخ وفي البيت. هبتدي بقى الزق واحده كده على الغطا ازازه الخل زي ما انتم شايفين كده، وابتدي اسويها اللزقه دي كويس عشان هبتدي احطها دلوقتي واقول لكم احنا هنستخدمها في ايه. بجد دي حاجه كده وهم. هبتدي بقى احطها هنا كده، شايفين سلكه الشحن اللي واقعه دي، ودايما بتقع كده ودايما ساقطه كده في الارض، او مثلا بتتقطع من كتر ما هي مرميه كده. ابتدي بقى ايه اعلقها كده علاقه رهيبه للشاحن. بجد فكره جميله جدا وفكره عبقريه. تعال بقى نشوف الخطوه اللي معانا او الفكره اللي معانا. تعال نشوف بقى الفكره اللي بعد كده. انا معايا ليمون، ولو عندك كميه ليمون كتيره تعملها بنفس الطريقه. الليمون عندك بيبوظ حبه كده من الرز حلوين، وتقوم رشاهم على الليمون في علبه كده وتغطيها وتحطها في التلاجة. استحاله يبوظ معاكي بره التلاجة او جوه التلاجة، بيشيل الرطوبه خالص. اللي معايا غطا ازازه البريل، طبعا الغطا ده احيانا ما بنستخدمهوش، بتبقى في ازازه فاضيه وبنرميه. اجيب الغطا زي ما انتم شايفين كده، اعملها فكره او حيله رهيبه. ابتدي بقى اقوم حطها في ازازه الزيت. لو ازازه الزيت من فوق واسعه شويه، اقوم جايبه ورقه ستريتش او الاساتك العاديه دي، واقوم لفاها على الازازه من فوق. هجيب حته من ورقه الاستريتش كده زي ما انتم شايفين، واقوم لفاها على الازازه من فوق واضغط الغطا ده. الغطا ده ممكن تستخدميه في زيت وممكن تستخدميه في اي حاجه انت عايزاها، بتنزلك الكميه اللي انت عايزاها، يعني مش بتهدر في الزيت. لو حسيت ان هي واسعه ممكن تحطي لها ورقه من الاسترتش تاني وتلفيها وتحبكي عليها جامد كده، وهتلاقيها عملت معاك. طريقه حلوه وجميله قوي وسهله وبسيطه. تعالى بقى نشوف الفكره اللي بعدها. معايا ورقه من الزبده، هبتدي اقص منها جزء صغير قوي واخد منها حته بس من ورقه الزبده كده زي ما انتم شايفين، وهبتدي اجيب علبه فاضيه واحط فيها ورقه الزبده دي. عايزه اقول لك بقى ان الزبده بتحافظ على اي خضار، يعني انت حابه تلف ورقه الزبده، تلف الخضار في ورقه الزبده، هتحافظ لك على الخضار لحد اخر لحظه ويفضل بخضاره كده ومش هيبوظ منك ابدا. يعني حابه تقطعيه كده او حابه تلفيه هو كده بفرع عادي طويل، ابتدي بقى اكمرها كده في العلبه وابتدي. تعالوا نشوف بقى الفكره الاساسيه اللي معايا. نص ليمونه كده وابتدي اعصرها او هغسل الدرج بيها جامد جامد، وابتدي انزل عصاره الليمون في درج الغساله، عشان عايزه كل الاتساخات اللي في الدرج الغساله وفي الغساله من جوه هتبتدي تنضفها بطريقه حلوه قوي. انا عصرت نص ليمونه وابتديت اجيب النص التاني وابتديت انضف الدرج زي ما انتم شايفينه كده، وابتدي اضغط على زرار كده في درج التلاجة زي ما انتم شايفين، في درج الغساله معذره، في درج الغساله، وابتدي اطلع الدرج ده. في ناس كتير ما بتعرفش تطلع الدرج ده، وانا كنت مأولهم، ابتديت اعرف اضغط على الزرار ده اقوم مطلعه الدرج ده، اقوم مطلعاه وابتدي بقى اغسل الغساله كويس جدا بالليمون، وابتدي اوريكم الغساله من جوه عامله ازاي وبالليمونه كده، وابتدي اعصر وانضفها بفرشه اسنان بقى حلوين كده، اقوم غاسله بيها من جوه كده، ابتدي اعصر بس الليمون كويس، واقوم جايبه فرشه اسنان طويله كده عشان اطولها بالفرشه، وابتدي اغسل بعد ما اكون عصرت نص الليمون. يعني عصرت كميه حلوه كده من الليمون، ابتدي اجيب الفرشه دي. لو الفرشه دي مش متاحه عندك فرشه اسنان ممكن برضو هتنضف الغساله من جوه. ابتديت بقى اركب الدرج كده وابتديت املاها. بجد انت تعملي الحركه دي حوالي يعني مثلا كل شهر مره او كل شهرين مره. عايزه اقول لك بتنضف الهدوم وبتطلع الهدوم بعد كده نظيفه، لانك كده بتعملي لها دوره غسيل حلوه جدا. انا مش هستكفى بكده كمان، انا بعد ما اخلص تنظيف الدرج وقلب الدرج كده واعصر كميه حلوه من الليمون، هبتدي اجيب الدرج واركبه واحط فيه ملح ليمون على خل، ملح ليمون على خل على عصاره الليمون، وهتشوفوا الوقت هتعمل ايه. عايزه اقول لكم هترجع الغساله بتبرق من جوه ومن بره، وبتنضف الغساله
الغسالة من جوه، كمان هتخلي الهدوم كمان معاك نظيفة، لانك انت كده بتعمليها دورة نظافة. ابتديت احط ملح الليمون وهنزل عليهم بحوالي نص كوباية من الخل، وهقوم مشغلة الغسالة على درجة حرارة 70 او 80، يعني اعلى درجة حرارة عندك شغلة عليها الغسالة. هبتدي بقى الخل مع ملح الليمون مع الليمون هينضف الغسالة خالص من جوه، وهتديكي نتيجة حلوة قوي في تنظيف الهدوم. باي باي يا جماعة، واشوفكم في فيديو جديد، وان شاء الله يكون الفيديو عجبكم، ما تنسونيش في اللايك، وباي باي.